بعد عودة الفريق من غينيا. بكلمه عن برادلي واهم ملامح برادلي التكتيكيه. قال لي على اللي حصل. تحضيره تاني ابو تريكه، تاني يا ولد يا ولد، يسجل زيزو. هي دي اللي بقول لحضراتكم عليها. عملها حسني عبد ربه للمحمدي، وعملها ابو تريكه دلوقتي لمحمد صلاح، وعملها زيدان ايضا لمحمد صلاح في مباراه غينيا. جماعيه جميله، شكل كويس، مهاره كويسه، لعب بسيط، لعب سهل، هدف جميل يتقدم به زيدان بعد 10 دقائق من البدايه. برافو محمد صلاح، عنده تعاون كويس. راحت على يمينه لكن باصص وشايف. هنا الفنان ابو تريكه عامل باص جميل قوي. ابو تريكه عامل باص يتناسب مع المسافه، وسرعه الكره تتناسب مع المسافه، وزاويه الكره تتناسب مع المساحه. ادراك عالي جدا وادراك حسي. ثقتنا في لعبتنا كبيره. ادي على طول اللمسه الواحده، زيدان يعود للخلف، باص مقطوع. عشان كده زيدان هو اللي بيدافع. زعلان ضياء السيد. ادي كره مرميه وانفراد عصام الحضري وانفراد وهدف التعادل. عشان كده كان زعلان ضياء السيد وكأن قلبه حاسس. باص مقطوع من زيدان، حاول، ولكن العمق الهجومي اللي قلت لحضراتكم عليه وحذرت منه كتير من هيلر مومي رقم 7 صاحب ال 22 سنة. عمل 3 محاولات، جاب منها واحدة هدف. وقف عبد الشافي في وقت ما كان يجب انه يقف، لان ما كانش الراجل الحقيقة في موقف التسلل، وبالتالي انفراد. رأس عصام الحضري يسجل هدف التعادل ليزيد المباراة صعوبة. كنا كسبانين 1-0 وعايزين الثاني والثالث، اصبحت 1-1. مهم جدا ان يجي دلوقتي الثاني والثالث، وفرحة كبيرة للمهاجم مومي مهاجم فريق افريقيا الوسطى. خطأ كبير جدا من زيدان، ده اللي كان غضبان وزعلان منه جدا ضياء اهو زعلان. لما كان واقف كان زعل من زيدان انها اتقطعت بهذا الشكل. وزيدان مهاجم لازم لما يرجع لورا، مش مجتهد كتير وجري كتير وتعب كتير. مش عايزين نضغط قوي على اللاعبين في اي اخطاء. الحكم عمل لنا باص جميل، فرصه انفراد محمد صلاح. يلا محمد يا ولد على طريقته الخاصه. دي طريقه ماركه محمد صلاح، طريقته الخاصه من اقدام الحكم الجزائري جمال حيمودي. حكم يعمل باص جميل قوي لاحمد فتحي بدون قصد طبعا، يديها لمحمد صلاح اللي انطلق وحول نفسه من حاله دفاع لحاله هجوم بشكل كويس. هدف مبكر يعيد للاعبين الثقه، يعيد لهم الطمانينه، يعيد الينا ايضا كمشاهدين ومتابعين الثقه. برافو محمد صلاح، خدها لجوه عشان يوسع لنفسه زاويه اللعب وتروح على رجله الشمال. حطها الحقيقه بالتخصص. سجل مع المنتخب الاولمبي وديا ورسميا، وسجل مع منتخب مصر هدف الانتصار الغالي 3-2. الترجيح 4-2 على كوت ديفوار في مصر، وعظمه عصام الحضري في ذلك الوقت في مواجهه دروجبا وبكاري كونيه. خلي بالكم التحول للدفاع للهجوم، وبعدين يا شباب خلي بالك يا حجازي. الحمد لله. لا هدف تاني لصالح منتخب افريقيا الوسطى، لتصبح النتيجه التعادل 2-2. مفاجاه من العيار الثقيل، مفاجاه كبيره جدا. تواضع في اداء اللاعبين، ترهل في الاداء. قلت لحضراتكم محتاجين نغير 7-8 لاعبين. فريق كان تصنيفه 200 من سنتين اصبح تصنيفه 93. حاولنا، كان في شك في ضربه جزاء، ومع ذلك شوف الرشاقه اللي عند اللعيب، قام ومر وعدى وسجل، وهدف تاني لصالح منتخب افريقيا الوسطى. شوف الاصرار، هو ده الاصرار اللي بنقول لحضراتكم عليه. لعيب واقع على الارض ومع ذلك هو اللي قام، هو اللي اسرع، هو اللي اقوى، هو اللي اقرب ليسجل رقم 7 هيلر مومي هدف تاني لصالح المنتخب افريقيا الوسطى. 2-2. الفريق اللي فاز على الجزائر تحول من الدفاع للهجوم، اصبح كويس يا جماعه عند الفرق القاره الافريقيه. تاني من جديد. اللعيب الموهوب جدا رقم 13 عجبني قوي، مانجا. لا مش ممكن. لا ده كابوس. هدف ثالث 3-2. بقول لك احترامهم مش كبير. ما فيش احترام ليهم بالشكل المناسب، برضو هيلر مومي بينفرد بالشكل كويس بعد اداء راقي من ايتا بوما واختراق اكتر من ممتاز. وبرادلي الحقيقه بتفاجئ زي ما احنا بنتفاجئ بهذا الاداء وهذا العرض وهذه الشوارع الخلفيه. عارفين الشوارع الخلفيه؟ شوارع خلفيه بتمشوا كانهم بتمشوا على الكورنيش. حبيناكم وقفنا معاكم ودعلنا لكم، لكن لا في حاجات غلط، مش حاجه غلط.
في حاجات غلط. 3-2 لصالح افريقيا الوسطى. مباراة العودة هتكون نهاية هذا الشهر، مصر مطالبة هناك بالفوز، مش 1-0، ده 1-0 لا يكفي. هل نخرج من جديد من التصفيات التمهيدية؟ معقولة؟